عسلامة حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله تكونوا مهنيين في حياتكم. الوصفه تاع اليوم هي حلوة البابا كما راكم تشوفوا، اللي تكون حاضرة بقوة في رمضان المبارك. شوفوا كيفاش جاوني، يعني جاوني الله الله، جاوني حميمرين، وون بليس دي سا جاوني كيما تاع المحلات سوا سوا. ونقول لكم غير جربوها حبوباتي وعلى ضمانتي. شوفوا الحبه كيفاش جاتني الله الله. وكما عودتكم دائما في وصفاتي، انا لازم ندوق معكم حبه وتشوفوا كيفاش جاتني. بسم الله. شوفوا كيفاش يعني غير طايحه تتفتت مكتات، جاتني مشربه وخفيفه. واحد البنه جاتني سوبر. يلا معايا حبوباتي نشوفوا الوصفه بمقادير بزاف بسيطه. تاع اليوم هي حلوة البابا اللي تكون حاضرة بقوة في رمضان المبارك. دونك حتكون، شوفوا حنعطيكم وصفة سهلة مهلة، دونك بمقادير بسيطة تقدروا تحضروها في البيت. دونك اول حاجة نديروها هي السيغو تاعنا. عندي كاس هنا تاع سكر عادي، نجيبوا الكاسرونه تاعنا. عندي نص كاس واحد اخر تاع السكر عادي، ونديروا 3 كؤوس تاع الماء. دونك هذا الكاس الاول ونفرغوه. كاس الثاني يعني نشربوه مليح مليح. الكاس الثالث نديرو طخونشه تاع التشينا. شوفوا كيفاش نديرو له هذا السيرو تاعنا، نخلوه يغلي. كي تشوفوه غلا واش نديرو؟ نبداو نحسبوه غير يغلي، نبداو نحسبوه على حوالي 7 دقائق، ما تلحقوش ل 10 دقائق. في 7 دقائق نحسبوا على 7 دقائق ونطفو. دوكا نروحوا للمقادير تاع حلوه البابا. يعني تعمدت ندير لكم بالكؤوس باش هكذا نسهلوا العمليه على اللي ما عندهمش الميزان. واش نحتاجو 200 غرام تاع لافارين. شوفوا الكاس هذايا ما تعمروش كاع، ناقص ان دوا للزوج باش نلحقوا في 200 غرام تاع لافارين تكون مغربله. نحتاجو 2 حبات بيض كامله، نحتاجو 100 مليلتر تاع حليب يكون دافئ، نحتاجو مغرفه كبيره تاع خميره الخبز ما يعادل 10 غرام تاع خميره الخبز، نحتاجو مغرفه صغيره معمره تاع لافاني ما يعادل 5 غرام تاع لافاني، قرصه ملح. وبالنسبه للزيت كاين يحبوا يستعملوا الزيت وكاين يستعملوا الزبده. باش تكون كيما تاع المحلات معناتها كيما تاع برا، راح نستعملوا الزيت واللي ما يعادل هو 80 غرام تاع الزيت. واللي تحب تستعمل الزبده دير 80 غرام تاع الزبده. شوفوا واش نديرو دوكا. المرحله الاولى هي نحكموا الحليب تاعنا مع خميره الخبز مع السكر، نديروهم كيف كيف في صحن ونخلوهم يخمروا، نحطوهم اباغ حتى تخمر هكذا. اول حاجه نديروها هي هذاك الفرينه تاعنا نغربلوها بيان سور. نزيدو الكاس الثاني معناتها 200 غرام لافارين، نديرو قرصه ملح، نديرو لافاني، واش نديرو؟ بالنسبه لي ما عندهمش بيتخان عادي، يعني خدموا غير بالباتور هكذا. انا باش نسهل العمليه استعملت البيتخان. هذه حبه بيض الاولى هكذا، ونشعلوا البيتخا تاعنا. السرعه تاعو تكون قليله. دوكا نزيدو نضيفو الحبه بيض الثانيه ونخلو البيتخا تاعنا يدور على سرعه قليله. من بعد نضيفوا هذاك اللي قلت لكم نديروا فيه السكر بعد ما خليته يخمر، السكر والحليب تاعنا وخميره الخبز نضيفوه. شوفوا خمر لي حتى فاض، ضيفوه كاع ونرجع نخلطه بالباتر يعني بسرعه متوسطه. بعد ما كملت خلطهم، شوفوا الخليط تاعنا كيفاش راهو كيما نقولوا حنا خفيف.
نبداو نضيفو في الزبده ولا في الزيت تدريجيا. قلت لكم بلي المحلات يستعملوا الزيت، واللي عندها الزيت تستعمل زيت، اللي عندها الزبده تستعمل الزبده. ليسونسيال 80 غرام. دونك واش نديرو؟ نبدا نضيف الزبده الزيت تاعي انا تدريجيا، يعني على 3 دفعات. كملت. شوفوا الخليط تاعنا كيفاش راهو. الخليط يجي ثقيل، يجي شغل الاستيكي ثقيل. دونك واش نديرو في هذه المرحله؟ نروحو نغطوها الانوكس تاعنا، نغطوه نخلوها تخمر هكاك حوالي ساعه، نخلوها تخمر. وبعد ما خليتها خمرت كيفاش خمرت لنا الله يبارك، خلوها في مكان يعني في بلاصه سخونه ولا في لاكويزين تخمر لكم بالخف. دونك واش نديرو؟ بون نزيو لاباط تاعنا، من بعد نجيبو لابوش جوطابل ونحطوها لداخل. بون شوفوا لي مول تاعنا تاع لي بابا هادو يتباعوا 4005. بون نقيس لكم القطر تاعهم. القطر تاعهم هو 8.5 سنتيمتر. دونك واش نديرو في لي مول تاعنا؟ لي مول تاعنا ندهنوهم بالزيت ولا بالزبده هكذا يا تري تري بيان، ونغبروهم بالفارينه. نديرو لا فارين. دونك نبدا نعمر في لي مول تاعنا هكذا بهذه الطريقه. تري بيان. ونكمل كامل حبات هكذا. دونك هاد الكميه دارت لي 8 لي بابا، دارت لي 8 ليمون. دونك واش نديرو؟ نحطوهم في السنيوه تاعنا هكذا. باسكو حنزيدو نخليهم يخمروا في السنيوه، وفي نفس الوقت نروحو نشعلو الكوشه تاعنا، نسخنو الكوشه تاعنا تري بيان. بعد ما طابوا لي بابا تاعي كيما كنتو تشوفوا طابوا الله حميم مريض. دونك مباشره بعد ما يطيبوا نروحو نشربوهم بالسيرو. شربوهم تري بيان بالسيرو تاعكم هكذا. لي بابا يكونوا سخونين والسيرو يكون بارد. دونك هاد لي فيغين اللي فيهم 12 فيغين كنت شريتهم 25,000 باش ندير لي بابا تاعي فيهم. يعني الشكل تاعهم بزاف شباب، شوفوا بزاف شباب وراقي. كنت خدمت سلطه دو فروي، درت الماء زهر والسكر وخدمتها باش ندير تزيين خفيف، ولا شونتي دوك نطلعها. بون نديرو كميه صغيره من سلطه دو فروي هكذا. نحكموا لي بابا تاعنا ونحطوهم هكذا. يعني شوفوا كيف حمرتهم تري بيان. دوكا عندي لا شونتي اللي كنت طلعتها كاس شونتي بنص كاس ماء بارد وطلعتها هكذا.
يعني كما قلت لكم التزيين يبقى اختياري. وكاين ملاحظه تاني، يعني باش يجيكم هذاك لا بغيونس في البابا تاعكم، احكموا لاجولي تاعكم، يعني سخنوا شويه لاجولي ودهنوهم دهنوهم الفوقه بلاجولي تاعكم، دونك راح يعطيكم واحد لا بغيونس ويزيدوا تشربوا كتر وكتر. يعني التزيين اختياري، تحبوا نديروا وحده حبه فخاز ولا يعني اختياري تزيين. دونك شوفوا، تحبوا لي فخاز تحطوها كحبه كومبلي، ولا تحبوا تقسموها اون دو تاني تجي بريزونطابل وتجي بزاف شابه. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتمنى انكم تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ولا حبيتوا تشوفوا اي وصفه ايضا خلوا لي في التعليقات. ما تنسونيش حبوباتي بلي جام. وبالنسبه يدخلوا قناتي جديد نقول لكم الف مرحبا بكم. ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد وصفاتي. الوغ ما عليا غير نقول لكم اتهلاو في روحكم ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.